السلام عليكم، وحشتوني حبايب قلبي. عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده احنا رجعنا لكم بحاجه خفيفه جدا. تكه من تكات رودي او تحابيش رودي. اجمل وصفات ليا، حاجه سريعه تنفع طبعا فطار، لو احنا في رمضان، او عشاء. ممكن تبقى غدا خفيف لو احنا متعودين على الاكل الدسم او الحاجة التقيلة. فدي ممكن تبقى فاصل كده بين الاكلات وبعضها، او حاجة تبقى في نص الاسبوع. حلوة جدا. انا عملت سجق اسكندراني يجنن، قلت أنا اشارككم فيه علشان انا متعودة ان انا ابقى معاكم في كل الاوقات. انا جبت السجق، قطعته وهو ني. على فكرة في ناس بتقطعه بعد ما بيستوي، بس انا لقيته كده كويس ونوعه كان كويس جدا جدا. فالحمد لله مش خذلني يعني. انا جبته قطعته زي ما انتوا شايفين، وجهزت الحاجة بتاعته، التحابيش بتاعته بقى. حاجة جميلة قوي. بس الوصفة هي هتاخد منكم بالظبط ممكن ربع ساعة بالكتير قوي، من اول تحضير السجق لغاية لما بينتهي. احنا بنجيب طماطمية بنقطعها ترانشات او شرايح صغيرة او مكعبات. بنجيب فلفل الوان بنقطعه برضو ترانشات. بنجيب بصل وتوم بنقطعهم زي ما احنا شايفين. انا بقطع الحاجة يعني لا اما كبيرة قوي، عشان انا الصراحة ماليش تقلة على الحاجات دي. بس انا بحب طعمها في الاكل، يعني الصوص بتاعها. طيب بجيب بعد كده البهارات بتاعتنا. السبع بهارات، وبجيب كاري وبجيب كركم وجنزبيل. بجيب فلفل اسود و... وايه وحبهان مطحون. وطبعا انا البهارات عندي بتبقى مملحة، فانا ما بحطش ملح قوي على الاكل بتاعي. والسجق الصراحة جاي بتوابله، جاي بريحته، جاي بحاجة فظيعة. انا مش عايزة اقول لكم، انا قلبت البيت وكنا هناكله قبل ميعاد الغدا بكتير يعني. بنجيب الوok بتاعنا وبنحط فيه نقطة زيت او سمنة على حسب ما انتي بتستعملي. برضو النوع ده كان من حلاوته ان هو مش بينزل دهون ومش دسم زي حاجات تانية كتير قوي انا جربتها الصراحة، نفسي راحت منها. بتفضلي تشوحي كده السجق على نار. الاول خالص بتبقى النار عالية جدا، اول ما بتعملي التش بتاعته دي وبتقلبيه دقيقة، وبتوطي النار عليه وبتفضلي تقلبي فيه. حوالي قولي 5 دقايق او اقل من 5 دقايق، بتلاقي فيه اتحمر شوية. بس الريحة بقى مش قادرة احكيلكوا. انا يعني بنتي جت قالت لا احنا ناكل دلوقتي قبل ما نستنى بابا يجي من الشغل. طيب احنا بعد ما حمرناه بنفضيه في طاسة تاني صغيرة او في طبق صغير. المكان التحويشة بتاعتنا دي، التحميشة دي، بنحط البصل مع الثوم. وبنشوحهم كده تتبيلة، بس مش ان احنا نتبلهم، مش نحرقهم يعني. بعد كده بننزل بالطماطم، نقلب فيها شوية. طبعا التش بتاعتها برضو بتبقى، بص انتي طول ما انتي قاعدة بقى بتعملي كده بتسمعي تش في تش يعني، فحاجة حلوة جدا وريحة تقلب الدنيا، مش قادرة احكي لكم يعني. الفلفل لما بنحطه بقى في الاخر بتلاقي الدنيا قلبت. ولو انتي محتاجة فلفل حار او انتي بتحبيه بالفلفل الحار، ده يبقى في الاخر خالص. انا ما عندي ماليش تقل على الحار اصلا، فما استعملتوش. احنا بنستنى بقى كده ممكن نحط عليها على طول السجق. انا سبتها دقيقة واحدة وغطيتها. الطماطم طبعا نزلت المية بتاعتها والبصل، فالتكتكة دي حلوة جدا الصوص بتاعها. انا عايزة السجق يشربه، فاهمين؟ فانا استنيت على التتبيلة دي ان هي تنزل المية بتاعتها علشان السجق يدوب فيها. بعد كده بننزل السجق زي ما انتوا شايفين، وبنقلب شوية كتير قوي، حبة حلوين كده، علشان نحس ان كل الصوص ده نزل في السجق او لمس السجق من جوه. بعد كده بنيجي نقلب
شوية بتلاقيه. بصوا السجق معانا اتشرب المية بتاعته او مية الصوص اللي احنا عملناها دي. شوية احنا بنغطي عليه كمان 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. هو خلاص احنا كده الحاجة استوت، بس احنا عايزين بقى ايه الدلع، انه يبقى كله ميكس، شارب من كله يعني، فاهمين؟ ويبقى الطعم عمل. لما غطيناه انا اسفة، لما غطيناه السجق برضو نزل شوية مية من عنده. بس الحاجة بقى كانت جميلة قوي. الاكل كله ريحته تحفة فعلا. ربنا يبارك لها اللي بعتت لي السجق ده. بنحطه في بولة كبيرة وبنغطي عليه لغاية وقت السندوتشات او وقت الغدا. انا جبت عيش فينو فتحته وعملت بطاطس مقلية وشوية مخللات، وكانت غدوة على الماشي كده سريعة، لان ما كانش فيه وقت ساعتها ان احنا نعمل لسه اكل من اول وجديد. وجهزنا من الرز والخضار، وقلنا ده يبقى فاصل في نص الاسبوع. جهزت هنا السندوتشات، بس للاسف بقى انا نسيت اصورها، فانا ايه صورتها لقطة كده على السريع واحنا على السفرة. وبألف هنا عليكم علينا. وعايزة اقول لكم ان هم عجبوا العيال جدا، وعجب جوزي. وبألف هنا عليكم وعلينا، ومع السلامة. مش تنسوني بدعوة حلوة من قلبكم. هستنى دعواتكم بصلاح الحال يا رب، وربنا يقدم لنا كلنا اللي فيه الخير. لو عجبكم الفيديو وجربتوه مش تنسوا تعملوا لي لايك وشير، وتستنوني في احسن وصفاتي.